راح ترصاله كل المشاكل اللي حصلت في العالم كله. ده كان رده. They're always trying to stay one, excuse me, one step ahead of the adversaries. Excuse me. النهارده كل الناس صحت على أزمة موجودة في العالم كله، وخاصة المستشفيات والمطارات والمؤسسات الكبيرة دي، وهي إن كل شاشات الكمبيوتر اللي موجودة عندهم جابت شاشة زرقاء، ودي معروف عنها إن هي اسمها بلو سكرين اوف ديث، يعني الشاشة الزرقاء المميتة، ودي خاصة بويندوز. وطبعا الناس قاعد تحتار ما بين هو ده اختراق ولا ده عطل فني، وده اللي هوضحه لكم دلوقتي. وعشان نفهم قد ايه هي أزمة كبيرة جدا جدا، المستشفيات اتعطلت، مترو الأنفاق والقطارات والحاجات دي كلها اتعطلت، في خط ساخن اسمه 911 اللي هو 911، وده الخط ده حاجة دولية هناك في أمريكا، اتعطلت وحصل فيها مشاكل. المطارات وقفت خطوط الطيران بتاعتها أو الرحلات بتاعتها، واللي كان طاير في الهواء عملوه هبوط اضطراري، وهكذا. وغيرها من المؤسسات الكبيرة جدا حصل فيها المشكلة دي. والأزمة دي ما حصلتش في أمريكا بس، لا دي حصلت في أمريكا وبريطانيا واسكتلندا وفرنسا ودول كتيرة جدا في أوروبا، وبرضه راحت ناحية آسيا في الهند وبعض الدول. طب مين السبب في الأزمة دي؟ مايكروسوفت زي ما هم بيقولوا ولا حاجة تانية؟ في 2012 في واحد اسمه جورج كورتز أسس شركة اسمها كراود سترايك، والراجل ده كان قبلها ماسك شركة اسمها أو السي او بتاع شركة اسمها مكافي، ودي كانت موجودة عندنا على الكمبيوتر لو تفتكروها. الراجل ده من وقت ما أسس الشركة النهاردة وصل بيه الحال إن هو عنده أكتر من 10,000 موظف، ومقرها في أمريكا. طب وتخصص الشركة دي إيه؟ حاجة اسمها الأمن السيبراني. الأمن السيبراني ده عارفين كده لما تيجوا تأمنوا مؤسسة كبيرة بتجيبوا شركة أمن وتوقفوا أمن من هنا وتحطوا كاميرات ومش عارف عشان مفيش حد يخش المؤسسة دي يسرق منها حاجة. فده بيحصل بالظبط بس على الإنترنت وعلى الكلاودز والكمبيوترز بتاعت المؤسسات الكبيرة، من ضمنهم المطارات والحاجات دي كلها. والقيمة السوقية بتاعت الشركة دي 83 مليار دولار. طب ايه ارتباط الأزمة دي بمايكروسوفت ويندوز؟ الشركة نفسها بتاعت كراود سترايك عاملة برنامج اسمه فالكون. البرنامج ده المفروض ان هو بيحمي المؤسسات والبيانات بتاعتها زي ما احنا عارفين، بس بيشتغل على نظام ويندوز. فمعظم المؤسسات زي المطارات وغيرها شغالين بالنظام ويندوز. فلما حصل ابديت او تحديث للبرنامج ده اتبعت زيه زي اي برنامج في الدنيا، كان في مشكلة او عطل فني في التحديث ده نفسه، فسبب ان الويندوز زي ما نقول كده بالبلدي وقع، الويندوز وقع او عطل، او جت السكرين اللي هي اسمها بلو سكرين اوف ديث دي ظهرت. فطبعا الناس اترعبت وحسوا بأزمة وقالوا اختراق والكلام ده كله. بس الرئيس التنفيذي بتاع الشركة اللي هو اسمه جورج كورتز ده طلع صرح ان ده مش اختراق امني ولا حاجة، ده مجرد بج او عطل فني في التحديث بتاعهم. وفي اللقاء التلفزيوني على سكاي نيوز المذيعة بتسأل جورج كورتز ده اللي هو صاحب كراود سترايك، بتقول له ازاي بج او عطل صغير او حاجة مشكلة في التحديث تعمل المشاكل دي كلها، وراح ترصاله كل المشاكل اللي حصلت في العالم كله. ده كان رده. They're always trying to stay one, excuse me, one step ahead of the adversaries. Excuse me. Man, just one second, please. Oh yeah, take a drink of water. Yeah. ومن بعد الموضوع ده أسهم الشركة اللي هي كراود سترايك دي في النازل، نزلت حوالي 40% من قيمتها في البورصة. برغم ان الشركة في أزمة، إلا ان في شركات تانية وناس تانية بتضرب من تحت الحزام وبتستغل الأزمة اللي هم فيها. يعني مثلا ايلون ماسك اللي احنا عارفين اللي هو صاحب اكس دلوقتي او تويتر سابقا، راح عامل شير لتويتر موجود عليها شخص قاعد، وهوريها لكم دلوقتي. المفروض ان تويتر ما تعطلش بالازمه دي، فاللي هو في الرايق يعني شغال وكل حاجه ما عندوش اي مشكله، فهو بيضرب من تحت الحزام. وشركه تانية اسمها كاسبر سكاي، ودي شغاله في نفس المجال بتاع كراود سترايك اللي هو الامن السيبراني ده. عملت ايه بقى؟ عملت شير البوست عندها، حاطه فيه اللي هي الشاشه الزرقاء اللي احنا عارفينها دي، وكتبت ان الكلام ده مش هتلاقوه في البرامج بتاعتنا او مش هتظهر في البرامج بتاعتنا. طب وخلال الازمه دي كان ايه الحل؟ الشركه كانت بتقول للناس يا جماعه انتوا تخشوا على الويندوز تعملوا حاجه اسمها تفتحوا الكمبيوتر بحاجه اسمها سيف مود. سيف مود ده اكن بيرجعنا لايام زمان، اختيارات كده بسيطه نقدر نختار منها حبه حاجات
يخشوا على الهارد او يخشوا على الويندوز من جوه، يشيلوا فايل معين ويرجعوا يشغلوا الكمبيوتر تاني هيشتغل عادي. ودي كانت حاجة مؤقتة لحد ما الشركة الأساسية اللي هي كراود سترايك تكون شغالة عندها على حل الأزمة، عشان يبتدوا تدريجي المؤسسات تشتغل. وده اللي فعلا حصل بعد كده، او على مدار الساعات، ان المؤسسات اشتغلت واحدة 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 واحدة. السؤال هنا، الامن السيبراني ظهر عشان يأمن مؤسسات ودول ومنظمات كبيرة. يا ترى مين اللي هيأمن الامن السيبراني؟